صح. المشكله عم تتفاقم ونحن عم مفكرين انه عم نحلها. هون انه بدنا نعالج مثل ما قلنا انه هن جزء من العلاج، بده يكون عم نعالج السبب. بس ما في مريض يقطع سنه مثلا ما يشوف حكيم السكري، ما ينفحص. هو تصديقا لحكيك، اوقات كثير بشوف مريض بيجي بقول لي انا السكري مليح عندي، بيجي بشوف الفحص بقول لي انا فحصه. هلا اول شيء ما بينتبهوا على الوقت كيف مرق، وبيكون الفحص من سنه ونص. يعني هاي شغله مهمه واحد يوضحها، انه ماكسيموم كل 6 اشهر، يعني لو حالته مليحه ولو السكري مرجلج عنده. ما بنروح على الاكستريم. يعني انا كثير مرضى بيجوا بيعرفوا معهم سكري بيوقفوا اكل، بقول لهم انا مريض انه السكري توقف خفف منه التهاب انتيبيوتيك رح تاخذ على جمعتين ورح يروح المرض. بدك تعيش بدنا نعيش معه كيف ما كان عندنا 20 30 سنه. طيب انه واحد ما رح يوقف دواء اكل 20 سنه. من هون بده يكون في نظام متوازن، وهيدا عن جد كمان اوقات شغله الحكيم انه يوصلها للمريض، انه بدنا نكون بهيلثي لايف ستايل، فينا ناكل كل شيء بس بطريقه معتدله. وبقول لهم انا ما في اكل كل يوم مناقيش وكرواسون وبيتزا وكل هودي، مثلك بدنا ناكل بطريقه منتظمه. وهون انه بننتبه على اللايف ستايل وساعتها بنحسن السكري. أهلا وسهلا فيكم بمودرن كاست. اليوم حلقتنا حتكون عن كيف مرض السكري ممكن يأثر على الحالة الجنسية. بيجيني كتير مرضى على العيادة وبفكروا انه السكري هو رقم، يعني بقول لي شوي عالي السكري بس بسيطة، انا ماني حاسس بشي، ولكن هو في اشياء مخبية اكتر بكتير ورا السكري. مأثر على الهرمونات، ممكن يأثر على الشرايين، ممكن يأثر على الأعصاب، في كتير عوارض جانبية السكري بسببها. واليوم حديثنا رح يكون مع الدكتورة ليال عقل، أخصائي غدد صماء وسكري، واليوم حنبحث أنا والدكتورة كيف مرض السكري بيأثر مش بس على مواضيع الجنسية ولكن على الصحة العامة ككل. أهلا وسهلا فيكي دكتورة ليال. رح بلش بسيناريو كومن بنشوفه كتير بالعيادة. بيجي مريض بقول والله ليك عم حس ما بقى مثل قبل، الانرجي تبعي خافة، ما بقى عندي نشاط. انا كحكيم مسالك بولية اوقات بقول لي كمان ايداء الجنسي بطل مثل قبل، اوقات بقول لي والله عم بلش فوت كتير على الحمام، عم بلش بول كتير، عم فوت كتير. هلا اكيد انا بقول لهم مش كل واحد عم ببول كتير يعني عنده مشكلة سكري، اوقات فيها تكون بروستات. هلا انا بدي منك تشرحي لنا شوي صغيرة ليعرفوا العالم قد ابعاد مرض السكري. يعني السكري عشو بيأثر؟ هني بفكروه قصة رقم أو سكر إنه بالدم عالي شوي، بينما هو في تأثير على الشرايين، في تأثير على الأعصاب، في كمان تأثير على الانرجي، على الستامينا، في تأثير إنه على كتير إشياء بيعملها، في تأثير على العيون. فيك تخبرينا شوي يعني قد ايه أبعاد مرض السكري؟ مزبوط 100% اللي عم تحكيه. هو الاسم تبع المرض ما بيعطي حقه، لأنه مرض السكري بيفكروا العالم هو بس كأنه معدل السكر بالدم بيكون عالي، بس بالحقيقة هو مرض مزمن وبيأثر على كتير أعضاء بالجسم، وأنا كمان بسميه هو مرض صامت بيكون عادةً. فمرض مزمن بيأثر على كتير أعضاء بالجسم، اللي هي إذا تركناه السكري على فترة طويلة بيأثر على شرايين الجسم، ونحن بنعرف إنه في شرايين صغيرة وكبيرة بالجسم، وبيأثر كمان على الأعصاب. كيف عادة بنشوفهم؟ مرض السكري بيأثر على الشرايين الصغيرة يلي هي مثل ما قلت شرايين العين، شرايين الكلوة، وبيأثر على أعصاب الإجر. كمان بيجوا المرضى بيكونوا بيصير عندهم حريق بالإجرين، بيصير عندهم تنميل، ما بيعرفوا من شو. هول الشرايين الصغيرة تبع السكري. كمان السكري بيأثر على الشرايين الكبيرة اللي كل العالم تعرفها، انه شرايين القلب وشرايين الراس بيصير في جلطات. وكمان رح نحكي مفصلا هلأ بالحلقة عن كيف انه السكري هو من الأسباب الرئيسية لضعف الانتصاب عند الرجال. فهون نحكي احنا على مرض سكري هو مرض شامل، منه بس سكر بالدم.
اكيد يعني هلا بس يجي مرض سكري عم تحكي قد ايه بياثر على الاشياء. يعني انا بعرف انه بتوديهم اوقات يعملوا تشيك اب للعيون مثلا كل صح. فتره، كل قد ايه بتوديهم يفحصوا كل عيونهم؟ سنة عادة. كل سنه. ايه، وفي اوقات بيكون اكتر كمان حسب الحالة، بس انه اللي ما عنده ولا مشكلة بالعيون اتليست مرة بالسنة لازم يشوف حكيم العيون. اوكي. وهلا يعني في ناس بفكروا انه مثلا اذا المخزون مليح يعني ما ضروري يفحصوا، ولا لا هذا شيء صح. مش مزبوط؟ يعني لا، لازم يفحصوا. مزبوط. يعني لو مخزونه مليح لازم يفحص العيون او لازم يعمل أكيد. فحوصات روتينية؟ مزبوط. كل قد ايه اجمالا بتتابعي الفحوصات الدم تبع السكري؟ يعني معدل كل قد ايه بنفحصه؟ هلا حسب كل مريض وحسب قد ايه مرجلج السكري او مش مرجلج. في مرضى بنشوفهم كل 3 اشهر تيكون يترجلج السكري، وفي مرضى بنسمح اكثر يكون كل 6 اشهر. فكمان يعني حسب كل مريض، حسب شو عم ياخذ ادويه، حسب اذا على انسولين او مش على انسولين. فما في شيء ما معين، في بس ستاندرد انه بين 3 اشهر والست اشهر هو المينيموم. بس ما في مريض يقطع سنه مثلا ما يشوف حكيم السكري، ما ينفحص. هو تصديقا لحكيك اوقات كثير بشوف مريض بيجي بيقول لي انا السكري مليح عندي، بيجي بشوف الفحص بيقول لي انا فحصه. هلا اول شيء ما بينتبهوا على الوقت كيف مرق، وبيكون الفحص من سنه ونص. صح. يعني هاي شغله مهمه واحد يوضحها، انه ماكسيموم كل 6 اشهر يعني لو حالته مليحه ولو السكري مرجلج عنده. مزبوط. كتير هيدا بنشوفها مثل ما قلت، انه اوقات بيجوا بيقولوا لا ما مش 3 4 اشهر عملتها، بنشوف الفحص بين من سنه ونص سنتين. وفي شيء ثاني كمان بنشوفه بالعياده عاده، انه مثلا نحن بنوصف دواء للمريض، بيروح بيعمل الفحص بعد 3 اشهر او 4 اشهر، بيكون منيح الفحص، بيقرر خلص ما في داعي يجي عند الحكيم لانه زبط المخزون، زبط الرقم. زبط الرقم. بس نحن بنرجع بنقول انه نحن وقت نشوف المريض بالعياده بدنا نفحصه، بدنا نساله عن كتير عوارض تانية مرتبطه بالسكري، مش بس الرقم. لكن مهم نوضح لهم السكري منه مسألة رقم. السكري مسألة تأثير على الشرايين، تأثير على الأعصاب، تأثير على الريتنا على شبكة العين، وتأثير على يعني الصحة الإجمالية ككل. 100%. خلينا نروح على موضوع حساس عند البعض اللي هو ضعف الانتصاب. لأنه بيجي ناس عندهم ضعف انتصاب بكون عارف هو عنده سكري، بس عطول براسه انه لا قصة ستريس ما خص السكري، او ما بده يعترف اوقات انه عنده ضعف انتصاب. لان اوقات بتيجي شريكة عم تحكي او مرته انه عم تحكي انه عم بيعاني ضعف انتصاب، وهو حاططها بس بالستريس الشغلة انه مشغول باله او مش رايقة معه. فيك تخبرينا كيف السكري لانه بتأثيره على الاعصاب والشرايين، شغلتين اللي هن نحن ليصير في انتصاب جيد بدنا شرايين مزبوطة، بدنا ضخ دم قوي، وبدنا الأعصاب تكون ضابطة. طب كيف السكري بيأثر على الشرايين وعلى الأعصاب؟ فعادة وقت يكون في سكري مرتفع بالدم بصورة مزمنة، هيدا مثل ما قلنا بيأثر على الشرايين وعلى الأعصاب، وبالتالي بيأثر على في شيء اسمه اندوثيليال سيلز بالجسم، بيأثر عليهم وبيخفف مادة النيتريك أوكسيد يلي هو مثل ما بتعرف حضرتك إنه هو عنصر أساسي لعملية الانتصاب. فهون ساعتها السكري بهالطريقة عم بيأثر على الانتصاب. بيأثر هو على نيتريك أوكسيد اللي هو بوسع الشرايين. 100% السكري بخفف نسبة نيتريك أوكسيد. مزبوط. وقت يكون انه مرتفع على صورة مزمنة، بصير في مشكلة بهول الشرايين يلي بيفرزوا هيدي المادة، سو بتخف هيدي المادة وبصير في عنا المشكلة. هيدا تأثير دايركت على الشرايين. والأعصاب شو بيصير فيها يعني بس يكون السكري عالي؟ كمان يعني الأعصاب بيصير في تلف عنا بالأعصاب، وبالتالي زيت الشيء بيصير في عنا المشكلة. تلف بالاعصاب، مش هيك ببطل يوصل انه الاشاره اللازمه كرمال يعني الانتصاب يتم بالطريقه اللي لازم يتم فيها. مزبوط. هون نحن بنعتبر انه هيدا العارض هو مثل الارم للمريض، لازم مزبوط. يكون انه في انه السكري مزبوط، انه السكري بلش ياثر على الشرايين وعلى الاعصاب، وبالتالي ممكن ياثر على كذا شيء تاني حكينا ديجا يعني اوريدي. مشان هيك انا بقول لهم ما بدنا نعالج الانتصاب، بدنا نعالج المشكله اللي وصلتك انه يكون عندك ضعف انتصاب. ومش على طول بيكون ستريس، لانه كثير بيحبوا يحطوها بستريس وضغط الشغل والقلق، يعني هيك ليكون مثل انه ديفنس ميكانيزم، يعني انه حمي حاله يعني من الشغله، لان ما بده يقتنع بالموضوع.
ليك وهيدي كمان في يعني كمان نحن كحكماء وكأطباء يعني نحن واجبنا انه نسأل عن الموضوع، لانه كمان اوقات بنلاقي انه في مثل نسيان لهيدا الموضوع بالعياده، لانه بيكون جاي مثلا مع حدا من العائله، بيكون جاي مع مرته، او في انه في كتير بيستحوا كمان. ما بعرف عندك قد ايه هن بيتجرؤوا يحكوا لها. حتى انا صح. كطبيب مسالك بوليه اوقات يعني انا بدي اسالهم على الموضوع، بيكون جاي لمشية بروستات ايه او شيء تاني. اغلبيه الرجال فوق عمر ال50 اذا انا بسال عن موضوع ضعف الجنسي اغلبيتهم بيكون في صح. شيء يعني نوعا ما صوب. انا بقدر انه كمان ما بعرف عندك يعني بالعياده قد ايه هن بيتجرؤوا يحكوا، حتى مني اكيد اذا سالتيهم انه اذا حيجاوبك، لان كمان في قصه انه كمان بين انثى وذكر اوقات يعني مزبوط. بتعرفي انه بيستحوا شوي 100% صغيره. هي على الاثنين بعتقد، يعني على الحكيم انه يسال والمريض كمان. سو من هون يعني نحن بهيدا البودكاست بدنا نعمل اويرنس، وعي اكثر انه هيدي مشكله طبيه مرتبطه بالسكري، مثل وقت يجي المريض بيقول انا ما بعرف عندي مشاكل تنميل، مشاكل حريق بالاجرين، هيدا الشيء هو لا هو شيء طبي واكيد ما لازم انه يستحوا فيه، لانه هي المشكله الطبيه منا قصه رجوليه بالنهايه. مزبوط. هلا شو بتقولي لهم للمرضى اللي بيجي بيقول لك انا احس حالي مليح او انه شوي السكري عالي؟ هلا هو بيجي بيكون مخزونه شيء بسيط عالي انه على المعدل، ولكن لفتره مزمنه. هل هالمخزون يلي شوي اعلى من المعدل او نسبه السكري شوي اعلى، هل عم تاذي الكلاوي؟ هل عم تاذي الشرايين؟ يعني بالنهايه اذا عم نحكي سنين على مده 10 سنين، ولا لازم يكون المخزون مزبوط 100%؟ 100% هيدا اصلا كتير فكره شائعه عند المرضى، بيجوا بيقولوا لك انا ما عندي سكري او عندي سكري المخزون بس عندي اياه عالي. هون لازم نوضح شغله، انه ما في شيء اسمه سكري بسيط وسكري قوي. حيلا ارتفاع بمعدل السكري حتى لو شيء بسيط على فتره اشهر او سنين ممكن انه يؤدي لمشاكل بالشرايين وبالاعصاب. وعاده المرضى السكري اللي عندهم نوع تاني يلي هن أغلبية العالم بيكون صار له سنين السكري وما بيعرفوا فيه. نحن من هون بنبلش انه دغري وقت نعرف انه في سكري بنبلش ننبش اذا ديجا كان في مضاعفات لإله. فمن هون كمان انه لازم نطلع على المخزون السكري. اوكي لانه سوري بدي اقطشك. فينا نشرح له؟ في كتير ما بيعرف شو المخزون، شو قصة السكري، هيك بريفلي يعني. اكيد انه مش كحكمة، بس بملخص شو هو المخزون؟ هو مخزون السكري هو معدل السكري اخر 3 اشهر. يعني اذا شوي مرتفع عنده يعني هذا له 3 اشهر عالي عنده السكري. هذه النقطة اللي بدي يعرفوها. مزبوط. انه منا قصة انه عالي درجة، يعني 7.5 هو عالي. انا اوقات بقول لك انه ولو 7.5 انه ماشي الحال يعني. مزبوط. وعسيرة يلي كنت عم تقوليها انه منلاقي عند التايب 2 يعني النوع الثاني منلاقيها صدفة. نحن عملنا احصاءات عنا بالعيادة بين ناس اللي اجوا عندهم ضعف انتصاب، في عنا 12% منهم اللي كان عمرهم فوق 50 كان عندهم مخزون فوق 10. يعني وانت متخيله يعني صح. بحب هيك بملخص تقولي لهم انه قد ايه عالي او خطر مخزون فوق 10 على سنين. اكيد وكثير يعني نحن تنكون يعني واضحين انه احنا المخزون الهدف تبعه يكون تحت 7 واوقات تحت 6.5، خصوصا عند المرضى اللي ما عندهم مشاكل صحيه، اللي عندهم معدل حياه طويل، يعني عندهم لايف اكسبكتنسي طويل اكثر من 10 سنين. انه نحن تحت 6.5 بهمنا، فوقت نكون 10 يعني مخزون 10 يعني نحن معدل السكري بالدم كل يوم بهاي 3 اشهر عم بيكون اعلى من المعدل، يعني بال 250 300، يعني نحن بنطلب منه يكون تحت ال 120 150. فهون انه ايه اكيد يعني هون هيدا على سنين إذا شبكة العين إذا شرايين وإذا الأعصاب، وعمل لك أوقات بتيجي الشغلة بتكون مبينة بشيء كليا تاني. ليك وكمان في شغلة مهمة لازم نحكي عنها، إنه المريض ما في مريض مثل التاني، وما في شرايين مريض مثل الشرايين التاني. يعني أنا في كتير عالم بيجوا على العيادة بيقولوا لي طب ما جاري مخزونه كل حياته 12 ولا مرة عمل مثلا مشكلة بالعين مشكلة بالقلب، بس أنا مخزوني 7 8 وصرت حاطط 3 رسور.
هون انه ما في مريض مثل الثاني، هيدي المهم نوضحها، وشرايين المريض كمان بتختلف. وهون قد ايه صار له قديش صار له؟ يعني المسألة مسألة كنترول، منا قصة رقم، هي القصة قصة رقم مع فترة زمنية. مزبوط اكيد. خلينا نحكي بشي كمان أنا بشوفه كتير مثلا بالعيادة، بيجي بيقول لي عندي بول متكرر. هلا كيف فينا نحدد؟ عم تعرفي بول متكرر فيها تكون قصة بروستات، فيها تكون قصة مشكلة بالمبولة، فيها تكون قصة سكري. هلا اوقات كتير بيجي بيقول لي انا هيك بروستاتي مليحة بس عم فوت عم بول كتير، بيبقى مش عارف انه في شيء تاني. كيف فينا يعني كيف فينا نحدد انه انت من ناحيتك يعني كيف ممكن تكون الاشياء؟ هلا ليك عادة هن كمان ميكستشر، بيكونوا مجموعة قصص، خصوصي وقت يكون في سكري، لأنه مثل ما قلنا السكري بيأثر على كذا شغلة. بس كيف فينا نساعد المريض؟ عادة وقت يكون السكري عالي بالدم الكلوة بتبطل فيها تخلي السكر بالدم، بتصير بدها تكبه، بدها تكبه لبرا. وقت تكب السكر لبرا بصير في شيء اسمه اوزموتيك دايوريسيس، بتكب السكر معه وبتكب مي، يعني بتسحب مي كتير 100% بتسحب مي. بيكون في عنا كمية بول كبيرة، وهيدا كمان شو بيجي معه؟ عطش كتير. هون إذا بدنا نسهل على المريض وقت يكون في عطش مع كمية كبيرة من البول، إنه ممكن تكون قصة سكري. بتكون قصة سكري. بس كمان مثل ما قلنا السكري على فترة طويلة ممكن يأثر على الأعصاب والمبولة، بيأثر على أعصاب المبولة، بيأثر على أعصاب المبولة. بيكون عنا المبولة بتبطل فيها تفضي، بتصير أضعف لأنه أعصابها ضعفت. مزبوط. بيصير شو المريض يقول أنا بفوت كتير على الحمام بفضي كمية قليلة. هون كمان السكري مأثر على أعصاب المبولة، بيكون المريض عم بيفوت كتير على الحمام وما عم في فضيها كلها. لأنه هون السكري أول شيء عم يجي كميات بول زيادة، صح. عم يعطش. هي شغلة مهمة إنه إذا في عطش مع تبويل كتير إنه ممكن يفكر إنه تكون يعني شغلة سكري مع ضعف بأعصاب المبولة اللي حيسبب ببريشر إنه أقل. وكمان إذا كان شخص بالخمسينات حيكون عنده شوية obstruction أو شوية تضخم حميد يعني البروستات. مثل ما قلتي كله مع بعضهم. بس أهم نقطة اللي حبيت إنه تشدد عليها وجود العطش مع تبويل بكترة. وهون يعني السكري مرتفع كتير عم بيكون، يعني المعدلات عم بتكون عالية تنوصل إنه يكون في عطش وكمية كبيرة من البول. واضح. في شغلة بشوفها عند مرضى السكري إنه أوقات بنلاحظ عندهم كمان مشاكل بالإنرجي والرغبة. السكري قد ايه في يأثر على الإنرجي تبع المريض وعلى الرغبة الجنسية مثلا؟ مزبوط. السكري عم نحكي أكتر على النوع الثاني، بيجي عادة معه شيء اسمه مقاومة أنسولين اللي هلأ كثير دارجة نعرف عنها. السكري النوع الثاني مع مقاومة الأنسولين بيؤدوا إلى عادة إلى سمنة، إلى عادة عم بيشوف المريض عنده كرش. أوكي. هي هيك سنترال أوبيزيتي. هيدا سنترال أوبيزيتي. هولي السنترال أوبيزيتي يعني هن في دهون على منطقة البطن. هولي عادة الدهون نشطين هرمونيا، بيكون اكتف. اوكي. شو بيعملوا؟ بخففوا معدل التستوستيرون. كيف؟ انه بصير التستوستيرون يحولوه لاستروجين، وبالتالي وقت يخف التستوستيرون بالجسم شو بيصير؟ بخف الرغبة، بيزيد التعب، بتخف الطاقة، المود بيتغير، وبتزيد الكتلة الدهنية. هون بيكون كأنه صرنا بفيش السايكل. فيش السايكل هو موضوع كتير مهم لأنه بحدد لهم على طول إنه أهم هرمون مش بس كرمال يعني المجامعة أو الانتصاب، ولكن كرمال الانرجي والويل بينج هي تكون تستوستيرون. وهلا فهمنا منك بوضوح كيف ممكن السكري يأثر بشكل سلبي على هذه الهرمون. مزبوط. هلا في كتير رجال بيجوا بده حل سريع إنه بدي أخذ حبة. هلا الحبة رح تفيده، بس كمان إذا أخذ حبة وتركنا الموضوع لأن بقول لي لك أخذت خلص ماشي حالي، شو بدك سكري شوي عالي. فيك توضحي لهم كيف ممكن تبطل تفيده رغم الحبة؟ لأن في كتير بياخدوا الحبة بيمشي حالهم. مزبوط. بس إذا تارك السكري بالنهاية
يعني بده يجي نهار ما راح فيه يكمل. 100% مثل ما قلت، الحبة هي جزء من العلاج، اوكي، مش انه ما بنوصفها او ممنوعة او لا، هي اكيد جزء من العلاج، بس ما بتعالج. يعني احنا دايما بدنا يعني نروح على المشكلة السبب، مظبوط، بدنا نروح على دايما على المشكلة. اذا ما عالجنا المشكلة السكر رح يضله عالي. وهون بدنا نعرف شغله، اذا السكر ضل عالي، الشرايين عم بتسوق اكثر والاعصاب عم بتسوق اكثر، رح تقل الاستجابه على الدواء بعد فتره معينه. يعني حيبطل في شرايين بالمره يوصلوا الدم او النيتريك اوكسيد، لان هو الدواء بيشتغل بطريقه انه يزيد النيتريك اوكسيد اللي حضرتك حكيت عنه، انه بخف من وراء السكري. صح. بيجي الدواء بيقاوم اول فتره، صح. ولكن اذا ضل الاذى مستمر رح ينأذي نهائيا. صح. المشكله عم تتفاقم ونحن مفكرين انه عم نحلها. هون انه بدنا نعالج مثل ما قلنا انه هن جزء من العلاج، بده يكون عم نعالج السبب. واكيد السمت يعني العارض فينا نعالجه مع الدواء، بس انه يكون معالجه شامله بدها تكون. يعني هو بملخص مفيد، الحبة حتفيده لليلة ليلتين أو بتفيده هلأ، ولكن الوقاية حتفيده للمستقبل. دكتورة، إذا حدا بده يعمل تشيك أب وشخص عنده هيك انرجي تعبان شوي، يعني ما بقى عنده هالنشاط اللي عنده اياه قبل، في شوية مشاكل بالتبويل، ممكن شوية ضعف انتصاب، يعني هي شوي من كل شيء. صح. شو لازم يفحص إجمالا؟ عادة هن منه فحص واحد، هو فحص شامل بده ينعمل. بالمختبر بيعملوا على ريق المريض الصبح، بيكون هو فحص سكري المخزون التراكمي، سكري ومخزون، فحص سكري على ريق وفحص المخزون. اهم شيء نطلع كمان دايما على وظائف الكلى. اوكي بنطلع كمان كوليسترول، يمكن كوليسترول كثير مهم، لانه ليك هو بيجوا مثل انا بقول لهم باكج واحد، السكري، الكوليسترول، الضغط، كل هودي. وهون كمان نحن واجبنا بالعياده انه نفحص الضغط لكل المرضى يلي بيجوا، وحسب الحالات حسب العوارض، حسب المريض، حسب عمره، 100% نرجع بنشوف اذا في حاجه انه نشوف مشاكل البروستات، وكمان حسب اذا في عوارض الرغبه والضعف، وهول بنشوف هرمون التستوستيرون. هو فحص شامل ودوري لازم يكون لكل العالم، تا اذا في مشكله نعالجها بسرعه. بكير. في شغله العالم بيكرهوها بس نوصل على اللايف ستايل نقول له بدك تغير شيء بنمط حياتك، لانه كمان بتعرفي يعني نص المرضى مثل ما كنت عم تقولي بيجوا باكج، اغلبيتهم ما بيعملوا حركه، دخان، الأراجيل دارجي وين ما كان. هيك شو فيك يعني انه انت شو يعني how you approach them، او كيف يعني بتجربي تقترحي عليهم او تقنعيهم انه يغيروا اللايف ستايل، لان بدنا شغله هينه يعني بهز براسه بالعياده بس نصه ما بيعملوا شيء. صح. ليك انا دايما بالعياده بحط حالي مع المريض، وهو هيدا الشيء مزبوط. يعني مثل ما بقول لهم انا مش بس المريض السكر لازم يكون عم يعمل لايف ستايل موديفيكيشن او يكون بنظام صحي، بقول لهم انا اذا كان في حدا معهم البارتنر كمان ما عنده سكري، انه هو كمان لازم يهتم. كلنا بالمجتمع لازم يكون عم نساعد بعض وعم نكون بهيلثي لايف ستايل تنتجنب. يعني هو اللايف ستايل موديفيكيشن هو مش بس تريتمنت، هو وقايه كمان. مثل ما نحن كلنا لازم نكون عم ناكل بطريقه صحيه، عم ننام منيح، عم نعمل رياضه، عم نوقف دخان، عم ننتبه على كل هودي القصص. مريض السكري هو جزء منهم. وانا كمان بقول لهم انه ما بنروح على الاكستريم. يعني انا كثير مرضى بيجوا بيعرفوا معهم سكري بيوقفوا اكل، بقول لهم انا مريض انه سكري توقف، خفف منه التهاب انتيبيوتيك رح تاخذ على جمعتين ورح يروح المرض. بدنا نعيش معه كيف ما كان عندنا 20-30 سنه. طيب انه واحد ما رح يوقف دواء اكل 20 سنه. من هون بده يكون في نظام متوازن، وهيدا عن جد كمان اوقات شغله الحكيم انه يوصلها للمريض، انه بدنا نكون بهيلثي لايف ستايل، فينا ناكل كل شيء بس بطريقه معتدله. وبقول لهم انا ما في اكل كل يوم مناقيش وكرواسون وبيتزا وكل هودي، مثلك بدنا ناكل بطريقه منتظمه. وهون انه بننتبه على اللايف ستايل وساعتها بنحسن السكري. يعني هي اذا بدي لخصها، هي لايف ستايل موديفيكيشن هي بالنهايه انه منا اساس 100%، هي بالنهايه وصفه طبيه لواحد يعني يقدر يعيش بشكل احسن.
ليك وكمان انه هيدا مش نحن عم انه هيدا مثبت علميا، لانه لا وقت نخفف الوزن مثل ما عم نحكي احنا قلنا انه في الكرش والوزن الزايد كيف بيأثر على هرمون التستوستيرون. وقت عم نخفف وزن عم نزيد هرمون التستوستيرون، وقت عم نحسن مقاومه الانسولين كمان عم نحسن السكري، عم نخفف التلف للشرايين وللاعصاب. هو هيدا التريتمون يعني هو تريتمون لكل شيء، ومجرد ما يخف وزنه حيحس حاله نشيط اكثر. 100%. قبل ما نختم دكتورة، شو في مسج بتحبي توصليه للرجال؟ بتعرفي اللي بيجي بيقول لا ما هي شوية سكر، شوية مشاكل انتصاب، هي من وراء ستريس، شوية كذا، شوية تعب. شو المسج بدك توصليه؟ يعني وين الريد فلاجز، وين الاشياء يلي لا يعني هيدا ويك اب كول ما بقى فيك تأجل؟ هلا انا رح انهي مثل ما بلشنا، انه اول شيء مرض السكري هو مرض مزمن ومرض صامت. نحن اكيد ما بننطر دائما العوارض لنعمل فحوصات دم. حتى بالريكومنداسيون عالميا انه حيلا مريض فوق ال 35 سنه مفروض يعمل فحوصات دوريه، خصوصا اذا كان في اعراض ريسك فاكتورز ثانيين. ريسك فاكتورز عائله مثلا، عائله، وزن زايد، دخان، بدخن كتير، في مشاكل ضغط وكوليسترول. يعني يعمل الفحوصات قبل ما يوصل للريد فلاكس. اكيد. واكيد انه في ريد فلاكس انه اذا صاروا هول صار حتما لازم يكون عم بيشوف مريض انه عطش زايد، تنميل، خسارة وزن بطريقة مش مفسرة، مشاكل بالانتصاب، مشاكل تعب، كل هودي انه هن مثل الارم انه لازم المريض يعني يلجأ للاخصائي 100%. نحن الهدف اليوم مش انه نخوف العالم، نحن الهدف نوعيهم انه اذا حدا عنده السكري بالنهاية هو منه لحاله. في نسبة كبيرة من العالم عندها السكري. السكري مرض صامت، يعني ما بيعطي ألارم على بكير، بس بيأذي على فترة طويلة إذا انترك. وجرب يعالجه على بكير ليتفادى مشاكل الأكبر بالمرحلة اللي قدم. ما تهمل جسمك، ما تهمل صحتك، وما تستهتر بالموضوع. إذا حبيتوا الابيزود ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لتتابعونا بابيزودز جاية.